بيرمي مجنون واللي بيلم عاقل. ايه المقصود بيه؟ المقصود بيه ان اهم حاجة في البيزنس هو الكولكشن، التحصيل. مش مهم انك ترمي البضاعة في الاسواق، لكن المهم انك تكون قدرت تتحصل فلوسها. ولقيت نظرية مهمة جدا حتى انا بدرسها لطلبتي النهاردة، اسمها كاش كونفرجن سايكل او دورة التحول النقدي. ان مهم جدا انك تدير العلاقات اللي مرتبطة بالمخزون وبالمديونية اللي في السوق وباللي الموردين عايزينه منك، وتربطهم ببعض عشان يبقى طول الوقت عندك دورة تحول نقدي صحية. يعني المقصود ايه؟ مش مهم تبيع البضاعة، المهم تحصل فلوسها. لانك لو بعت البضاعة من غير ما تحصل فلوسها، انت كأنك ما بعتهاش، انت كأنك نقلتها من مخزنك لمخزن العميل وبمخاطرة اعلى بكتير. فبقى اللي بيرمي مجنون ليه مجنون؟ لانه مش مدرك ان هو ايه، ان هو اللي بيروح ده بيروح، واللي بيلم عاقل لانه فهم ان انا التحصيل مهم وهو عنوان الشغلانه، وان من غير التحصيل ومن غير الكولكشن انا هيبقى عندي تحدي ومشكله كبيره في البيزنس. 3 قواعد لغايه دلوقتي كلهم بيفسروا البيزنس وكلهم متواجدين مع نظريات عمليه. القاعده الرابعه من مدرسه السوق النهارده بيقول لك محدش خرج من السوق من قله الشغل، اللي خرج من كتر الشغل. ايه المقصود؟ هل مقصود ان احنا نقلل شغلنا؟ اكيد لا، لكن المقصود من غير ان يكون عندك البنية التحتية للتوسع، من غير ما يكون انت ناوي تكبر في البيزنس، من غير ما يكون انت ناوي تعرف تخلق ادوات وممكنات للبيزنس ده انه يكبر، ملهاش لازمه انك تكبر. يعني لو في فرع محل كباب وكفته في السيده زينب اكتفى انه يبقى عنده فرع واحد وحافظ عليه، هيفضل مكمل طول العمر لانه محافظ عليه وقاعد عليه. لكن لو قرر يعمل 100 فرع مش اكيد انه هيكمل، لان الاستعدادات والامكانيات للتوسع ما كانتش متوفرة. فخلي بالك، ما حدش بيخرج من السوق من قلة الشغل، لو طبعا قلة الشغل ده منظم ومرتب في كل الحالتين، لكن احتمال كبير تخرج من كتر الشغل او من التوسع بدون استعداد وحساب. يو بودكاست مش مجرد كلام،